السلام عليكم. غادي نوجد معكم هاد الكيكه بالشكلاط اللي كتجي غزاله واقتصاديه ومفشفشه بواحد الصوص ديال الشوكولا اللي كتجي اكثر من رائعه. باش ما نطولش عليكم نبداو بالمقادير. ولا كنتو اول مره كتشوفوني الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. دعموا لي الفيديو بشي تعليق يكون زوين بحالكم ولايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. الله يجازيكم بخير. اول حاجه غادي نحتاجو 3 البيضات يكونوا بحراره المطبخ، كاس الا ربع ديال زيت نباتيه، يعني ما يعادل 80 مليلتر ديال زيت نباتيه، 100 مليلتر ديال الحليب ما يعادل كاس يكون دافي، 100 غرام ديال السكر ما يعادل كاس، 2 معالق كبار ديال بودر كاكاو ما يعادل 7 غرام، وعندي تما معلقه كبيره ديال الخل، عندي 250 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان ونص، 2 اكياس ديال خميره الحلويات، ونكهه ديال الفاني. المقادير غادي تلقاوهم اسفل الفيديو بالغرام وبالكاس. اول حاجه غادي نديرو غناخدو هذوك البيضات، غادي نديرو معاهم داك 100 غرام ديال السكر، نديرو معاهم النكهه ديال الفاني، واحد رشيشه د الملح. انا هنا درت غير الطراب اليدوي، تقدروا ديروا الطراب الكهربائي باش تزربوا. المهم غادي تبقاو تطربوا في داك البيض حتى يتفتح اللون ديالو من صفر مغلوق لصفر مفتوح ويذوب لينا داك السكر. اهم حاجه باش يطلع لكم الكيك مفشفش. من بعد غادي نزيدو داك الزيت نضيفوه شويه بشويه وحنا كنخلطو. من بعد كنضيفو الحليب يكون دافي ما يكونش بارد من الثلاجه، وكنضيفو نصف الكميه ديال داك الدقيق، كنضيفو معاهم دوك اكياس خميره الحلويات وكنغربلوهم، ضروري ما تغربلوهم، وكنضيفو داك البودر كاكاو كنخلطو مزيان. ما تضيفوش الدقيق دقه واحده حتى تحصلوا على القوام المناسب. هاد الكيكه كتجي غزاله لا في المذاق وتا في الشكل ديالها كتجي زوينه. من بعد كنضيفو ما تبقى من الدقيق، كنخلطو مزيان. هذاك الخل خليته حتى للتالي، كيتعتبر بحال محسن طبيعي للكيك. هذاك الخل حتى الاخر حتى كتساليو الدقيق وكلشي عاد كتضيفوا هذاك الخل وكتخلطوا مزيان، كتدخلوا داك الخل في وسط داك الخليط. انا غنوريكم القوام كيفاش خاصو يكون. منين غادي تاخذوا سباتول فاش تهزوها بحال هكا يبقى يطلق داك الخيط طويل بدون تقطع بحال هكايا. خديت المول اللي غادي ندخلو الفران، دهنته بشويه ديال الزيت وشويه ديال بودر كاكاو. ما درتش الدقيق حيت فاش كنقلب الكيكه كيبقى داك الدقيق كيبقى ابيض ما كتجيش الشكل ديالها زوين. داكشي علاش درت البودر كاكاو باش ما يجيش باين. خويت داك الخليط ودخلت الكيكه طيب عادي على 150 درجه، شعلت عليها من الاسفل فقط، ومنين طابت ليا من التحت شعلت عليها باش تحمر من الفوق. غنمشيو باش نوجدوا صوص الشوكولا. خديت 200 مليلتر د الحليب، درت معاهم معلقه كبيره مملوءه جيدا ديال النشا، 2 معالق كبارين ديال الشوكولاته الدهن، ودرت معاهم واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال كاوبيل. اختياري، بغيتو تضيفوه زيدوه في التالي. درتهم على نار مهيله، بقيت مره كنخلط باش ما يلصقش ليا داك النشا في القاع الكاسرونه ويتحرق. مره تبقاو تحركوا، ماشي تبقاو لاصقين على الكاسرونه ديالكم، غير مره حتى كيبقى يتقال لينا داك الخليط وكيبدا يتغلق لينا شويه اللون ديالو، ما كيبقاش مفتوح وتشوفوه عقاد وتقال. عاد حيدوهم فوق البوطه. قبل ما غادي تحيدوه غادي تضيفوا له، كي تطفيو البوطه غادي تضيفوا له واحد معلقه صغيره ديال الزبده، حتى هي اختياريه الا بغيتو تضيفوها، كتعطي واحد اللمعه لداك لاصوص ديالكم. من بعد كنحيدوهم فوق البوطه وكنديرو هكا في شي زليفه وكنغطيوه وكندخلوه للثلاجه يبرد على ما كتوجد لينا الكيكه ديالنا وعلى ما يبرد لينا الصوص ديالنا. هيا من بعد ما خرجت الكيكه كناخذوا حليب بارد يكون من الثلاجه وتكون الكيكه سخونه، وكنسقيو بها كنسقيو داك الكيكه بداك الحليب. سقيوها مزيان راها بسهوله كتحيد من المول فاش كتسقيوها، ما تخافوش انها تلصق لكم ولا. من بعد كنقلبها وكنخليها حتى كتبرد مزيان. منين بردات حطيتها نيشان في الطبسيل اللي غادي نقدم فيه. خديت موس وبقيت كنتقب داك الكيكه كلها بالموس. من بعد ما بردت ليا داك لاصوص درتها هكا من الفوق، زينت بيها، كتجي بنينه بزاف هاد لاصوص.
ومن بعد درت هاد الاوراق الذهبيه زينت بهم. التزيين كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم ولا حسب الرغبه. تقدروا ديروا اللوز ايفيلي ولا الفيرميسيل، المهم اللي متوفر عندكم تقدروا تزينوا به. انا زينت يعني تزيين عادي. المهم هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما وجدات. جربوها راها كتجي غزاله مفشفشه وكتجي رائعه. الا بغيتو داك الصوص تخويوها هكا في الوسط كلها تخويوها باش منين تقطعوا تبقى تهبط هذيك لاصوص مع التقطيعه. كيبقى لكم الاختيار. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وبسلامه عليكم، نتلاقاو فيديو جديد.